مشروب شتوي وبنفس الوقت بيظبط هرمونات الأنوثة وبيرفع الخصوبة، وهو المغاد على الطريقة المصرية بالذات، لأن كل بلد وليها طريقة. صحيح المشروب ده غالي وبيوصل 8 كيلو الأصل فيه ل50 دولار، لكن بجد يا جماعة يستاهل، وخصوصا للست اللي عاوزة تزود فرص الحمل. طعمه مميز جدا عن أي مشروب تاني تعرفيه. معرفش ليه في مصر مش بيتقدم في كافيهات ومحدش بيشربه خالص إلا في يوم السبوع اللي هو يوم الاحتفال بالمولود. المغاد مش للستات بس، للرجاله كمان، لانه بيدي طاقه عاليه جدا، لدرجه ان مفعوله بيكون فوري. مجرد ما تخلص شربه الوش بيحمر والودان بتسخن، زائد انه بيجمد العظم وبيعالج الخمول والارهاق. لكن خلي بالك، ده شكل المغاد زي اللي في الصوره كده. اوعي تشتري المغاد مطحون، هاتيه سليم عباره عن خشب كده او جذور، وخلي العطار يطحنه قدام عينيكي وتعالي اوريكي طريقته. والمقادير بتاعته كالتالي: على كل كوبايه مغات هنحتاج معلقتين كبار سمن بلدي، ولازم بلدي نوع نضيف يا جماعه. اوعي تفكري تعمليه بحاجه تانية. واول خطوه هي اننا نحمر السمسم، ولازم سمسم احمر علشان الطعم يظهر، يعني بلاش السمسم الابيض. النار تكون هاديه جدا جدا. المغاد بيكون معاه تحويجه مخصوص العطار بيعملها، اوعي تيجي من غيرها واوعي تنسيها. هناخد على كل كوبايه مغاد معلقه مغاد مطحون ونحمرها في السمن مع السمسم. يعني لو مثلا هتعملي 3 كوبايات مغات، يبقى تحمري 3 معالق من المغات المطحون، وتفضلي تقلبي. اول ما تلاقي المغات اتحمر وخد لون كده اغمق سنه وخرفش معاكي، يبقى ساعتها تحطي معلقه تحويجه لكل كوبايه مغات، وقلبي بقى كله في السمن البلدي. اهم حاجه تاكدي ان النار تكون هاديه. اتقلبي كله مع بعضه. هنا بقى هتتفاجئي، هتشمي احلى ريحه في حياتك. التحويجه رهيبه يا جماعه، لان فيها شمر قلب ريحه الشقه. بعد كده بتضيفي اي مكسرات عندك مطحونه. انا شخصيا بحب الفول السوداني، وهو المغاد طعمه ما بيليقش الا بالفول السوداني، انت بقى براحتك. بس اهم حاجه تتاكدي ان هي مكسرات طازه مش قديمه وزنخه، علشان المغاد ما يبص منك وحرام يترمي وهو غالي. ولو بتحبي جوز الهند ضيفيه في المرحله دي. هتقلبي بقى كله يتشرب كده في السمنه البلدي الجميله دي. بعد كده بتضيفي السكر حسب ما بتحبي، او عسل اسود، في ناس تحب عسل. وتقلبي برضو تغلفي كله بالسمنه الجميله. كتري السمنه شويه، انا عندي بالنسبه لي هنا كانت قليله. هتكوني مسخنه شويه ميه، كوبايات الميه اللي انت هتشربيها هتضيفيها بقى. وهنا بقى خطوه مهمه هقول لك عليها. بعد ما تضيفي العدد المطلوب من الكوبايات، تقليب المغات ضروري جدا جدا يكون في اتجاهات معاكسه. ليه؟ علشان ما يعجنش منك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما ينفعش نقلبه زي الشاي، يعني هو بتقلب كده اتجاهات معاكسه، رايح جاي رايح جاي، وتستمر في التقليب. المغدا تفضلي تقلبي فيه طول ما هو بيستوي. اوعي تشيلي ايدك من التقليب، تفضلي تقلبي تقلبي تقلبي. هو عامل كده زي البشاميل، هتحس انه بيبدأ يتخن معاكي، يعني لازم ايدك تفضل مستمرة. بيحتاج حوالي 5 دقايق بس، لانه لو قعد اكتر من كده على النار بيمرر. يعني مش تسيبيه يغلي وبتاع، عامل كده زي الملوخية والاكلات اللي ما ينفعش تغلي. ولو حاسه ان هو تخين قوي، يعني وانت بتقلبي حاسه ان زودي ميه سخنه لحد ما توصلي للقوام المظبوط. لان فيه ناس بتحبه تخين زي المهلبيه، بيتاكل بالمعلقه، وناس تانية بتحب قوامه كده زي قمر الدين يتشرب. فانت براحتك، زودي الميه حسب القوام المظبوط اللي انت بتحبيه. وبعد كده بتصبيه في كوبايات، وبترشي على الوش شويه جوز هند ومكسرات للي بيحب. ولو عندك مناسبة وحابة تعملي كمية كبيرة، هكتب لك المقادير الكمية تحت الفيديو ده. ونصيحة مني علشان تستفادي من المغاد بقيمته الغذائية العالية، تروحي لعطار مضمون، لأن المغاد فيه غش كتير. المغاد الأصلي عبارة عن جذور بتتزرع تحت الأرض، وبتحتاج من سنة ل5 سنين علشان تنمو، وبتطلع تتنشف في الشمس مدة طويلة لحد ما يحجر تماما. وعلشان كده هتلاقي أسعاره مختلفة، لأن كل ما كانت مدة التنشيف بطيئة كل ما كان سعره غالي. وكمان فيه فرق بين انواع التنشيف، يعني تنشيف الشمس اغلى بكتير من تنشيف الفرن، لان تنشيف الفرن بيدمر كل الالياف ويبخر المعادن اللي فيه وبيضيع كل فوائده، وكمان بيغير طعمه. علشان كده هتلاقيه في النوع ده رخيص، زائد ان كل ما قعد تحت الارض مده طويله بيكون اغلى. وللاسف فيه ناس كتيره فاكره ان المغات هو الحلبه، ولكن الحقيقه انه مختلف تماما، وقيمته الغذائيه رهيبه. عامل كده زي جذور الجينسينج، بيتزرع في إيران والعراق وتركيا، وبتختلف جودته ودرجاته على حسب قعد في التربة قد إيه وتنشف في قد إيه. يعني كل ما قعد في التربة مدة أطول وكل ما كان تنشيفه أبطأ، كل ما قيمته الغذائية بتعلى وتكلفته بتزيد. يا ريت تهتموا يا جماعة بالمشروب ده وتدخلوه في نظامكم الغذائي، وفرصة إننا في الشتاء لأنه مشروب شتوي وبيدفي.